يا مساء الفل، هنعمل مع بعض النهاردة طاجن جمبري. اول حاجة انا محتاجة شوية زيت، وانا هنا مقطعة خضار اللي انا هستخدمه فلفل اصفر واحمر وبصلة وطماطمية، كله متقطع ترانشات. اول حاجة هنزل بالبصل، هديله تشويحة خفيفة قوي. طبعا احنا الخضار مش هنسويه، مجرد بس انه يتشوح زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده هضيف عليه معلقة صغيرة من الثوم، وبرضو هديهم تقليبة كده مع البصل. مش عايزة الثوم يغير لونه خالص، مجرد بس انه يتشوح حاجة بسيطة مع البصل. وهبدأ انزل بقى بالفلفل، ممكن نحط فلفل اخضر بس، مش لازم فلفل الوان، على حسب المتاح والموجود عندك. بعدين هنزل بالطماطم، وبرضو الخضار هديله تشويحة خفيفة، مش عايزاه يدبل. هنا بقى عندي نص كيلو جمبري انا منضفاه وغسلاه كويس قوي، صفيته من المية وهحطه بقى على الخضار. وبرضو هديله بس تقلبتين، انا مش هسويه على النار، انا هدخله الفرن، فانا مش محتاجة ان انا اسويه كتير، مجرد انه بس يختلط بالخضار. هنضيف بقى التوابل بتاعتنا، طبعا هنضيف ملح، طبعا حطيه حسب الرغبة. كمان هضيف رشة من الفلفل الاسود، نكتر او نقلل ده حسب ذوقكم. هضيف كمان رشة بسيطة من الكزبرة الناشفة، وهضيف كمان رشة من توم الباودر. وكمان بقى المحبوب السمك والجمبري الكمون، نحط منه تقريبا نص معلقة. عايزين ننكهه كويس قوي ونديله طعم حلو، فالكمون بصراحة مع الأسماك بيبقى طعمه فظيع. آخر حاجة هضيفها عصير ليمونة، وبس. انا مش محتاجة ان انا اضيف حاجة تانية. طبعا ممكن تضيفوا، يعني لو عايزة تضيفي بقى كزبرة خضراء، عايزة تضيفي بقدونس، شبت، براحتك خالص في الاضافات. ودي كمان كوباية عصير طماطم. وانا كده الجمبري بتاعي جاهز انه يتحط في البايركس ويخش الفرن. سهلة جدا، وبجد طعمه كان خطير وريحته كانت حلوة قوي. انا هنا جهزت البايركس اللي انا هستخدمه، بصوا شكله عامل ازاي. بجد كان شكله حلو، وكمان طعمه كان جميل قوي لما خلص. كل اللي انا هعمله ان انا هفضيه في الطاجن، وهبدأ بعد كده ان انا اضيف له مية سخنة وادخله الفرن. اهم حاجة انه يخش على فرن سخن على درجة حرارة 200. ما بيقعدش كتير يا جماعة، الجمبري ما بياخدش اي وقت، يعني تقريبا ربع ساعة، من 25 دقيقة ل30 دقيقة بالظبط، مش عايزين نزود اكتر من كده. انا هنا خلاص بضيف المية قبل ما ادخله بقى الفرن، مية مغلية، الفرن طبعا سخن. اول لما يخرج اغرفوه بقى في طبق، وبجد استمتعوا باحلى جمبري مشوي. لو عجبكم الفيديو متنسوش تشتركوا في القناة ولايك.